السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، أيها السادة والسيدات، فمن لم يكن على عيش النبي صلى الله عليه وسلم فقد أصابته فتنة الدنيا، فيجب علينا أن نتعرف على كيفية عيش النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الدنيا. الأول، زهده صلى الله عليه وسلم في الدنيا. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أزهد الناس في الدنيا، وكان زهده صلى الله عليه وسلم اختياريا، فلو شاء لجعل الله له الجبال ذهبا. وقد فتح الله تعالى له البلاد وجعل له خمس الغنائم، وكان له نصف مزارع خيبر. ومع ذلك كان يتصدق بكل ما يأتيه من الأموال، ينام على الأرض ولا يجد شيئا يأكله إلا اليسير. الثاني، فراءه صلى الله عليه وسلم من الخليل من العيش. كان صلى الله عليه وسلم يدعو فيقول: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، أي على قدر حاجتهم، ولم يكن صلى الله عليه وسلم يطلب أكثر من ذلك. عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أيام تباعا من خبز بر حتى مضى لسبيله، أي توفاه الله تعالى. الثالث، فراشه وسيده صلى الله عليه وسلم. كان فراشه صلى الله عليه وسلم من جلد محشو بالليف، وسيده أيضا كان حشوها ليفة. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو مضطجع على رمال حصير، ليس بينه وبينه فراش، قد آثر الرمال بجنبه متكئا على وسادة من عدم حشوها ليفا. الرابع، تركته صلى الله عليه وسلم بعد وفاته. قالت عائشة رضي الله عنها: ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا ولا درهما ولا شاة ولا بعيرا ولا أوصى بشيء. وقال عمرو بن حارث رضي الله عنه: ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم إلا سلاحه وبغلته البيضاء وأرضا تركها صدقة. أخيرا قال الإمام الشافعي: إن لله عبادا فطنا تركوا الدنيا وخافوا الفتنة، نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله، ما شاء الله.